قصة صغيرة. سأل الملك الوزير: لماذا أجد أن خادمي سعيدا أكثر مني في حياته وهو لا يملك شيئا، وأنا الملك لدي كل شيء ومتكدر المزاج؟ فقال له الوزير: جرب معه قاعدة 99. فقال الملك: وما هي قاعدة 99؟ قال الوزير: ضع 99 دينارا في صرة عند بابه في الليل، واكتب على الصرة 100 دينار هدية لك، واطرق بابه وانظر ماذا سيحدث. فعل الملك ما قاله الوزير، فأخذ الخادم الصرة، فلما عدها قال: لابد أن الدينار الباقي وقع في الخارج. فخرج هو وأهل بيته كلهم يفتشون، وذهب الليل كله وهم يفتشون. فغضب الأب لأنهم لم يجدوا هذا الدينار الناقص، وثار عليهم بسبب الدينار الناقص بعد أن كان هادئا. وأصبح الخادم في اليوم الثاني متكدر الخاطر لأنه لم ينم طوال الليل. فذهب إلى الملك عابس الوجه متكدر المزاج غير مبتسم ناقم على حاله. فعلم الملك ما معنى 99، إننا ننسى 99 نعمة التي وهبنا الله إياها، ونقضي حياتنا كلها نبحث عن نعمة مفقودة، نبحث عن ما لم يقدره الله لنا ومنعه عنا لحكمة لا نعلمها، ونكدر أنفسنا وننسى ما نحن فيه من نعم. الحكمة: استمتعوا بال99 نعمة، واسألوا الله من فضله، واشكروه على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.